سلام، صحة فطوركم، تقبل الله صيام الجميع. جيتكم اليوم بالسلسلة الثانية تاع حلويات العيد إن شاء الله، واليوم مع التشراك الجزائري، التشراك المسكر. كيما راكم تشوفوا يجي يفذوب في اليد قبل الفم. يجي هذه الوصفة أنا معتمدتها عندي زمان، روعة روعة روعة. شوفوا لي كيفاه يجيكم الطري يذوب في الفم. إذا عجبكم أرواحوا نروحوا نشوفوا مع بعضنا الطريقة والمقادير وتبعوني إيتاب باغ إيتاب. عندي 3 كيلات تاع فرينة مغربلة، 2 مغارف سكر كلاصي، الملح رشة تاع ملح، كيلة تاع سمن أو زبدة ذايبة، أنا نستعمل سمن مدينة، نتيا عندك الاختيار، رشة الملح كيما قلت لكم، السكر، كيلة تاع الفرينة، كيلة تاع السمن أو الزبدة ذايبة وباردة، ونلمهم نمحرهم مليح، ندخلو السمن تاعنا هاذيك نبسوها مليح حتى تشرب الفرينة سمن كامل كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروحو نجيبو كيلة تاع الماء ونبخو بشوية ونلمو العجينة تاعنا، نلموها فقط ما ندلكوش حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا محتاجينه، تكون عجينة طرية شوية ماشي يابسة وماشي جارية بزاف كيما راكم تشوفوا، كيما راهي هكا تكعبريها تخرج لك إن بول طرية ما تتقطعش. نديرها في كيس ونغطيها ونخليها تريح، أنا بيتها حتى الغدوة من هذاك باه بديت نخدم بها. من بعد ما وجدنا العجينة تاعنا، هذه هي العجينة تاعي غدوة من هذاك بعد ما ريحت ليلة كاملة، تخليها 6 سوايع برك كيما حبيتي 6 سوايع، المهم العجينة لازم تريح. نوزنها 30 غرام كيما راكي تشوفي. بعد ما نوزن العجينة تاعي كامل نغطيها خليها تزيد تريح شوي ونروح نوجد الحشو أو لافارس نتاعي. عندي 2 كيلات لوز وكيلة تاع جوز المكسرات، لك الاختيار تي واش تحبي ديري، نص كيلة تاع سكر، رشة تاع قرفة اختياري، دايما نقول اختياري، أنا نحب لوغو كيما تاع زمان. اللي ما تحبش تعلمهم بشوية تاع الماء زهر. بعد ما نعجنهم تولي عندي العجينة حاكمة روحها شوية، نروحو نديرو المغرفة تاع الزبدة، مغرفة صغيرة تاع الزبدة ونعجنوها ندخلوها في هذيك لافارس مليح كيما راكي تشوفي كيما هكا. عجنيها حتى تولي تدخل هذيك الزبدة كامل وديريها حربوش كيما هكا. أنا كي درت الحربوش تاعي وزنتو درت فيه 15 تقريبا 15 حتى ل 17، اللي ما عندهاش الإمكانيات دير 14 13 تقدر كذلك. كيما راكي تشوفي نروح ندير الحربوش تاعي نوجدهم كامل نغطيهم ومن بعد نبدا نخدم في التشراك نتاعي. نحل العجينه تاعي رقيقه كيما راكي تشوفي، تحطي لافارس تاعك تروليها، تحبي تروليها كيما تحلي العجينه كامل هكا وتروليها، تحبي تحلي العجينه غير شويه تحطي لافارس وتفرمي، كاين 2 طرق. انا درتها هكا باه تجي رولي مليح وتجي فايتي. تسكري مليح تغلقي هذوك الحواشي مليح تغلقيهم مليح، وهذه كيما حنا نقولوا الخياطة ولا وين غلقتي لازم تجي من تحت كيما راكي تشوفي هنا. هذه هي الحبة تاعي تجيك ما شاء الله روعة. نروحو نكملوا الحبات اللي عندنا كامل، نزيد نخدم معاكم واحدة باه كي تشوفوا الطريقة كيفاه تحلي العجينة تاعك رقيقة، تحطي لافارس تروليها مليح كيما راكي تشوفي، ترولي وتزيري وتغلقي، تبداي على الحاشية تغلقي مليح 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 كيما راكي تشوفي، تمشي كامل تدخل العجينة مع لافارس باه ما يقعدش الهواء ويبقى لك الفراغ هذاك، تحليها مليح. هذيك الخياطة تجي من تحت في النص تكون شوية عالية، في الحواشي تجي رقيقة، وهذه هي التشراك تاعي. بعد تخليها تريح شوية، تثقبي الحبات تاعك، دخليهم على الفور يكون مسخن 170 درجة ولا على حساب الفور تاعك، كل واحد الفور تاعو كيفاه. أنا نطيبهم غير من تحت ما نشعلش من فوق، على خطر الفور تاعي طيب من فوق ومن تحت، وشوفوا كيفاه تجي. هنا راهي بعد ما طابت وبردت جات ما شاء الله. من بعد نروحوا للتسكار تاعنا، عندي الماء زهر، السكر كلاصي وشويه تاع الفرينه، مغرفه تاع قهوه. ندير الكميه تاع الماء تاعي في بلاصه الشربات، بكري كنا نديرو الشربات، دوكا عاد هذه الطريقه اسهل. نذوبوا السكر في الماء والماء زهر، مغرفه تاع قهوه فرينه، نخلطوهم كامل مليح كيما هكا. الفرينه باه يحكم لك التسكار تاعك وتجي مسكره مليح. نغربل السكر تاعي، ندير زوج، أنا درت زوج
صحونة ولا باسينة ولا نتيا واش عندك فيها رايحة تسكري، تلوحي التشراك تاعك في الما هذاك الشربات اللي خدمتيه ومن بعداكش تغطيهم مليح بالسكر غلاس وتخليهم يريحوا شوية، ومن بعدا تروحي تنحيهم من السكر الأول وتزيدي تخدميهم مليح بيدك تخدمي مليح هذاك السكر كامل تخدميه، هو التشراك السر تاعو في التسكار، هذه هي طريقة التسكار كيما هكا، تحاولي تنحي السكر الزايد وتخدمي الحبة تاعك وتزيدي تضميها في السكر في التسكيرة الثانية، ندير أنا 2 خطرات، كاين اللي يدير مرة واحدة، أنا ندير 2 خطرات باه يجيني مفيني مليح. وكانت هذه هي الطريقة تاع التسكار تاعي كيما راكم تشوفوا، نحي السكر الزايد هذاك كيما راكا، ومن بعدا نروحو هنايا نفينيهم في الثانية، نزيدو نعدلو السكر تاعنا مليح، نحيو السكر الزايد هذاك، نخليو غير اللي يلصق على الحكم في الحبة تاع التشراك نتاعنا، جربوها هذه الوصفة ماكمش رايحين تندموا عليها، تجيكم ما شاء الله. هنا راني نكمل في الحبات اللي عندي كامل كيما راكم تشوفوا، من بعد رايحين تشوفوا النتيجة تاع التسكار كيفاه تخرج لكم ما شاء الله. المهم إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا جيم ولايك وتشاركوه الوصفة مع أصدقائكم في العيد هذا رايحين تستفادوا كامل. هنا راني نديرها في الفينيسيون الأخرى نغربل عليها غير شوية باه نحيو لي تخاص هذوك تاع الصباح تاع اليدين تاع كيما راكم تشوفوا، ورايح يخرج لكم ما شاء الله. نتمنى يكون نال إعجابكم الوصفة تاع اليوم، ونتلاقاو في وصفة جديدة ومن سلسلة حلويات العيد. صحة سحوركم والفيديو الجاي إن شاء الله.